بعد ما بتشرح الدرس بتسأل الطلاب فهمتوا؟ فكلهم يردوا يقولوا أيوه فهمنا، فتشرح وأنت مطمن وتكمل المنهج وأنت مطمن، ويجي وقت الامتحان تكتشف إن هم ما فهموش ولا حاجة. ازيكم يا جماعة؟ السؤال ده من أكتر الأسئلة اللي المدرسين بتسألها وللأسف أقلها فائدة. خبير التقييم ديلان ويليام بيقول إن جودة التعليم من جودة الأسئلة اللي احنا بنسألها، لأنه السؤال الجيد هو اللي بيكشف تفكير الطالب الحقيقي مش إحساسه إنه فهم. المشكلة إن السؤال فهمت غالبا إجابته بتبقى أيوة، الطالب بيجاوب وهو مش عارف، مش متأكد إن هو فهم، أو ممكن يكون مكسوف يقول إن هو ما فهمش، أو ممكن ما يكونش مستوعب كل الفكرة. الخطر بقى إنه المدرس بيكمل الدرس وهو فاكر إن كل الطلاب ماشيين معاه، ولكن ممكن يكون فعلا الطلاب فقدوا أول خيط في أول 10 دقايق. نحل ده إزاي بقى؟ بدل ما تقول فهمته، اسأل ممكن تشرح ده بطريقتك في دقيقة، أو ممكن تقول إيه الفرق بين كذا وبين كذا، أو ممكن تقول طب لو شلنا كذا إيه اللي هيحصل. الأسئلة اللي بتسأل الطالب إنه يفكر ويفسر هي الأسئلة اللي غالبا بتعبر عن التفكير الحقيقي للطالب، مش عن إحساسه إنه فهم، وبتخليك أنت كمدرس تعرف إمتى محتاج تقدم دعم لطلابك قبل ما يفوت الأوان. وده اللي إحنا بنقول عليه ال CCQs أو ال Concept Checking Questions أو أسئلة التأكد من المفاهيم. قولوا لنا بقى في الكومنتس إيه أكتر طريقة بتستخدموها علشان تتأكدوا إن الطلاب فهموا بجد مش مجرد فهمتوا. وما تنسوش الفولو. سلام.